هاد الأيام كتحاول بعض المنصات الإعلامية ربط اسم المغرب بقضية جيفري إبستين، ربط قائم على الإيحاء لا على الواقع، وعلى الخلط لا على الأدلة. لكن اش تتقول الوثائق؟ واش تتكشف الأرشيفات؟ واش تتخبي الروايات المتداولة؟ حنا ما تنشوفوش الشائعات، بل كنرجعوا للملفات إلى ما يعرف اليوم باسم إبستين فايلز. جيفري إبستين مدان سنة 2008 في الولايات المتحدة الأمريكية بتهمة الاتجار الجنسي بالقاصرات، قضية شغلات العالم وتفتحت عشرات التحقيقات الدولية. فرنسا برنامج كومبليمون دونكيت وثق الوجود ديال وسطاء، شبكات علاقات ودوائر نفوذ، لكن دون أي حكم قضائي اللي يثبت المسؤولية ديال دولة محددة. وهنا غيبدا المسار الحقيقي. اسم اللي ظهر في الوثائق ريتشارد سياد، المعروف أيضا بحميد سياد، من بلدية عزازفة منطقة القبائل في الجزائر. الراجل براسو صرح في واحد الكتاب منشور بعنوان من القبائل إلى باريس أنه تعاون في التسعينات مع أجهزة استخبارات فرنسية وجزائرية، وأيضا تواصل مع أطراف إسرائيلية. هادشي راه ماشي تسريبات، هذه اعترافات مكتوبة ومنشورة وممكن العموم يشوفها. الصحافة الفرنسية تتأكد نفس المسار. كاين جريدة ليبراسيون سنة 2023 تترسم لنا الصورة ديال شخص كيتحرك بين السياسة والمال والعلاقات الدبلوماسية في باريس، وتذكر القرب ديالو من مسؤولين سياسيين فرنسيين ومن أوساط مرتبطة بإسرائيل. هنا كيبان لنا عنصر جديد. تقرير تحليلي مستقل صدر نهار فاتح فبراير 2026 عن معهد دولي الاسم ديالو المعهد الجيوسياسي للآفاق IGH. عنوان التقرير كان كالآتي: الحالة الجزائرية داخل شبكة إبستين، النفوذ الهامشي والدبلوماسية الرمادية من 2015 ل 2017. تقرير ما جبدش المغرب وما ذكروش ولا ربطوا بالقضية، بل كان كيدوي على نقاط اتصال جزائرية، دوائر سياسية واجتماعية، وقناة في باريس عبر وسيط. هذا الوسيط سميتو دانيال. هنا تتبان العلاقة بين سياد وإبستين. ريتشارد سياد كيبان كجزء من هذه الشبكات الجزائرية الباريزية، أي كحلقة في شبكة علاقات مترابطة مع محيط إبستين. الدور ديالو غير مباشر، كيسهل الاتصالات وكيرتبط بالوسط الاجتماعي والسياسي اللي تفاعل معاه إبستين. هو ماشي طرف مدان أو متورط مباشرة في الجرائم. هنا غنوصلوا لأخطر جزء: الوثائق الأولية. بريد إلكتروني مؤرخ في 6 أبريل 2015 كيتحدث على محيط مرشح رئاسي جزائري، تحويل مالي بقيمة $1000، وأيضا إلى جامعة كاليفورنيا في بريكلي لتأجيل تسجيل جامعي. والأخطر أنه كيقترح لقاءات خاصة مع ما سمي في الرسالة مساعدات شابات. النص تيقول حرفيا: شابات جزائريات لا يمانعن العمل في نيويورك أو غيرها. الوثيقة الثانية في غش 2017، محادثة عبر سكايب. جيفري إبستين كتب حرفيا: I will meet Daniel. He wants to introduce me to an Algerian girl. غنتلاقى دانيال اللي غيقدم ليا فتاة جزائرية. الجملة مكتوبة مباشرة وغير قابلة لشي تأويل، والجزائر مذكورة والشابات الجزائريات تهما مذكورات والوسيط مذكور بالاسم. ولكن فين هو المغرب؟ نقبنا في الكتب والتقارير والتحقيقات والوثائق الأولية، لا اسم، لا وسيط، لا رسالة، لا وثيقة، صفر رابط مباشر وصفر دليل. ورغم ذلك تتعاد الرواية القديمة: إبستين حضر الزفاف المغرب سنة 2002. هذه الرواية تطيح قدام واحد المعطى أساسي. صحيفة أمريكية نيويورك بوست تتأكد أن الحضور ديالو كان بقرار من بيل كلينتون كمرافق شخصي له، ماشي بدعوة من القصر الملكي المغربي، وما كانش من الضيوف الرسميين ولا من البروتوكول الملكي. وخصنا نذكروا بواحد الحقيقة زمنية: سنة 2002 إبستين أصلا ما كانش معروف ولا مدان ولا محل متابعة قضائي. إذن ربط المغرب بالقضية اليوم هو قرار بأثر رجعي، مغالطة متعمدة. ربط المغرب بالقضية راه ماشي كشف ديال الحقيقة، بل تحويل للوجهة، لأن الوثائق تشير للجزائر والنقاش تيتدفع نحو المغرب.
هادشي راه ماشي مصادفة، هادي تقنية قديمة في التضليل. غير الاتجاه غتخبي الحقيقة. خلاصة التحقيق: الوثائق تتشير لشبكات جزائرية ووسيط في باريس وشابات جزائريات وريتشارد سياد كحلقة ضمن الشبكة، والدور ديالو الوساطة غير المباشرة وماشي التورط المباشر، ولكن ما تتشير حتى سطر للمغرب. عالم التحقيقات ماشي مع الروايات، حنا مع الوثائق، والوثائق ما تتكذبش.